السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنحدثكم عن نزال القمة الذي وقع اليوم بين ملك الملاكمة على مستوى العالم أولكسندر أوزيك وبطل العالم للكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن. وقد كان النزال مفاجأة من العيار الثقيل وسار بشكل لم يتوقعه أحد، فتابعوا معنا. أقيم اليوم نزال ناري من عالم آخر جمع بين قطبي الملاكمة والكيك بوكسينج على مستوى العالم. أولكسندر أوزيك أفضل ملاكم على وجه الأرض في مواجهة ريكو فيرهوفن أفضل مقاتل كيك بوكسينج على وجه الأرض، حيث تواجه المقاتلان في نزال ملاكمة رائع. وقد بدأ النزال بشكل تكتيكي، وكل من الملاكمين كان يحاول جس نبض خصمه ومعرفة قدراته. ووجه ريكو ضربة قوية لجسد أوزيك وضربة لوجهه، وكان ريكو يتحرك بخفة وبراعة على عكس ما توقعه الكثيرون. وفي الجولة الثانية التحم الملاكمين أكثر من مرة، وكان ريكو هو الضاغط والمسيطر، وأصاب أوزيك بعدة لكمات مدفعية لوجهه. وفي الجولة الثالثة حمي الوطيس بين الملاكمين، وتمكن كل منهما من إصابة الآخر بعدة لكمات رائعة، ولكن ريكو بقي مسيطرا على النزال. وفي الجولة الرابعة أصاب ريكو خصمه بلكمة قوية للوجه فاجأت أوزيك وأعادته للخلف، قبل أن يبدأ أوزيك بفرد عضلاته والانقضاض على ريكو بكل براعة بلكمته المدفعية، ليرد له ريكو المعروف بلكمتين قويتين للوجه قبل انتهاء الجولة. وفي الجولة الخامسة عاد ريكو للضغط مجددا وسيطر على خصمه طوال الجولة، ليكسب بذلك نقاط 4 جولات من أصل 5. واستمر ريكو بالضغط على أوزيك في الجولة التالية، وحافظ على اندفاعه باتجاه أوزيك وحاصره عند الحبال. وكان جميع الجماهير يتساءلون عما حدث لأوزيك مع انتصاف النزال. وفي الجولة السابعة بدأ أوزيك يستشعر خطر الهزيمة ويفرد أوراقه على الطاولة، ولكنه فشل في السيطرة على خصمه، وكأن أوزيك ليس أوزيك، وكأن ريكو هو بطل العالم للملاكمة وليس العكس. وبدل أن ينتفض أوزيك للدفاع عن تاريخه، استمر ريكو بتحطيم وجه أوزيك وجميع التوقعات في آن واحد، مقتربا بذلك من تحقيق أكبر مفاجأة في تاريخ الملاكمة. وأما الجولة التاسعة فقد كانت متقاربة بين الملاكمين، لكمة من أوزيك ولكمة من ريكو، وكان ريكو يتعمد الالتحام مع أوزيك وتحميله وزنه الثقيل. وقد كانت هذه الاستراتيجية ذكية ونافعة، فقد بدأ التعب يظهر على أوزيك، والذي لم يعرف ماذا يفعل، ولم يتمكن من إيجاد طريقة لحل الأحجية التي وضعه ريكو أمامها. ومع بداية الجولة العاشرة أصبح أوزيك في وضع لا يحسد عليه أبدا، وقد أيقن أنه إن لم يكن يريد رمي مسيرته في القمامة والخسارة أمام رجل لم يخض في حياته إلا نزال ملاكمة واحد، فعليه القضاء على ريكو بالضربة القاضية، وإلا فوداعا لكل ألقابه معا. ولكن ما حدث كان العكس تماما، فقد استمر ريكو بالضغط على أوزيك وتوجيه ضرباته الجهنمية لجسده ورأسه، وكأنه يقاتل ملاكما هاويا وليس بطل العالم الذي لم يستطع أحد هزيمته. وفي نهاية الجولة العاشرة انتفض أوزيك في وجه ريكو وأصابه بمجموعة لكمات مذهلة زلزلت ريكو،
ولكن البطل الهولندي بقي متقدما بفارق كبير بالنقاط على أوزيك. وقد كان الحلم المستحيل يقترب شيئا فشيئا، ولم يبقى له إلا 6 دقائق من الصمود من ريكو. وبعد هذه الدقائق ال6 سينقلب عالم الملاكمة رأسا على عقب، وسيصبح ريكو المقاتل الأشهر في تاريخ الملاكمة. ولكن ليس بعد، فقد بقي جولتين على انتهاء النزال. ومع بداية الجولة قبل الأخيرة توحش كل من الملاكمين، واندفعا لتقديم كل ذرة قوة بقيت لديهما. وقد كان الجميع يظن أنه من الأفضل لريكو أن يحافظ على طاقته ويستمر بالدفاع بدلا من الهجوم، ولكن ما حدث كان العكس تماما. فقد استمر ريكو بالضغط على أوزيك، وكأنه هو الذي يحتاج إلى الضربة القاضية وليس الملاكم الأوكراني. ويبدو أن أوزيك استغل ذلك الخطأ أفضل استغلال، فقبل انتهاء الجولة بثوان قليلة تمكن أوزيك من إسقاط ريكو بلكمة رائعة قلبت الموازين كلها. وبدأ الحكم بالعد لريكو الذي سقط على الأرض وبدا منهكا، ولكنه تمالك نفسه وعاد للوقوف على قدميه من جديد، وهو يشعر أنه من المستحيل أن يستسلم بعد كل الذي حققه، وحتى لو كان الثمن حياته. 15 ثانية بقيت على انتهاء الجولة، وفور إعلان الحكم لعودة النزال انقض أوزيك بكل قوته ليجهز على ريكو بعدة لكمات جهنمية مع انتهاء الجولة قبل الأخيرة. وقبل أن يطرق جرس انتهاء الجولة بثانية واحدة أوقف الحكم النزال بشكل مفاجئ جعل الجميع في زاوية ريكو ينتفضون بالغضب والاعتراض. فقد أوقف الحكم النزال مع انتهاء الجولة، مع أن ريكو كان واقفا ومستمرا بالقتال ولم يسقط على الأرض. وكان من الواضح أنه يستحق أن يكمل الجولة الأخيرة باعتبار أنه كان المتفوق بفارق كبير بالنقاط على أوزيك، واقترب من تحقيق المعجزة في عالم الملاكمة. ولكن كان للحكم رأي آخر، وبذلك حافظ أوزيك على لقبه بشكل مخزن ومثير للجدل. وأما ريكو فقد ظهرت خيبة الأمل بوضوح على وجهه، وقد شعر أن كل مجهوداته وأحلامه ضاعت هباء منثورا بغلطة من الحكم. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.